وقعوا اتفاقات 4 اتفاقات سرية مع الولايات المتحدة، 4 اتفاقات عسكرية سرية، بمقتضاها أعطوا الولايات المتحدة امتيازات هائلة في استخدام الأجواء واستخدام الموانئ واستخدام الثكنات، لكن في ظروف معينة، يعني ظروف حرب في المنطقة إلى آخره. وفي الظروف العادية يستخدمون بعض المناطق، يعني بعض الأشياء. وأيضا فرضت عليهم أمريكا أن يشتروا عليها سلاح، لأن راح لهم أنا الجنرال نتاع الأفريكوم قال لهم اسمعوا ذاك راه جا ترامب راه موش بايدر، راه ما يلعبش، راكم لو كان ما ديروش معانا اتفاقات وطبقوا واش نقولوا لكم راهو ترامب ممكن يشعل فيكم النار. فكانوا مرعوبين رعب حقيقي. فوقعوا اتفاقات إذا لشراء أسلحة أمريكية، طبعا من صنف ثاني درجة ثانية، مش أسلحة مهمة ولكن بحالهم أمريكا أو حلفاء أمريكا. وقعوا أنهم يفتحوا الأجواء والموانئ وبعض الثكنات في حالات معينة. وقعوا أنهم يتعاونوا ويستمروا في التعاون ما يسمونه بمكافحة الإرهاب، وما يعارضوش السياسات الأمريكية في المنطقة، ما يكونوش ضدها، ويبتعدون عن روسيا وعن الصين. المهم مجموعة شروط. هذه الشروط كاين اللي وقعوها في مجال عسكري وكاين اللي وقعوها في المجال الاقتصادي. والآن راه موجودة شركات أمريكية في الزراعة، في البترول، في كانت كاينة شركات أمريكية من قبل في البترول، لكن راهي زادت في المناجم بشروط أمريكية. فالنظام كان يظن باللي خلاص سلكت الأمور. لكن لما جاء مسعود بولس قبل أسبوع، واللي تابعني هنا كنت علقت على الموضوع هذا، مسعود بولس جاء وقال لهم اسمعوا الآن خلاص راه موضوع البوليزاريو هذا وموضوع الصحراء الغربية انتهى. هنا راهي أمريكا شمال إفريقيا مهم جدا لها، الأوضاع راهي لا باس في مصر، في ليبيا أمريكا راهي تتوسع على حساب الروس وخذات مكان فرنسا إلى آخره، في تونس أمريكا راهي موجودة بقوة، في الجزائر والمغرب ما كاش مشكل، لكن بيناتكم بين النظام الجزائري والمغربي هذه الخصومات وهذه الخلافات هذه ما تساعدناش احنا. مسعد بولس، انا قلت مسعود، شكرا اللي يكتب لي مسعد بولس. ف التقاه تبون الى اخره وكنا تكلمنا عليه يعني بلا ما نعاودوا نرجعوا. فالمهم قال لهم راهو ترامب قال لكم لازم نسرعوا الموضوع. فتبون قال له انا ما كاش مشكل، احنا رانا معك. شنقريحه مش موافق على هذا الخط. شنقريحه بالنسبه ليه قضيه الارهاب في الداخل وقضيه الصحراء الغربيه هذه بالنسبه ليه يمد عينيه وما يتخلاش على الارهاب وعلى قضيه الصحراء الغربيه، لانهم بلا بيهم النظام العسكري يتهاوى، الحكم العسكري يتهاوى، الحكم العسكري يخوف الناس بالعدو الخارجي والمخزن قضيه الصحراء الغربيه، وبالعدو الداخلي الارهاب. فوش راح عمل شنقريحه؟ مباشره بعد ما راح بولس بعدها بنهار راح قتل 3 مغاربه واعتقل رابع. قال لك هذو تجار مخدرات. هل تأتي المخدرات من المغرب؟ تأتي مثل ما تذهب من الجزائر. من المغرب يأتي الحشيش ومن الجزائر يذهب القرقابي كما يسموه. تذهب لريكا والأمنواد اللي تصنع في الجزائر ولا اللي تجي من ليبيا وتجي من أماكن أخرى. فراح قتل 3 وقال لك هذون كانوا تاع مخدرات واعتقلوا الرابع وصوروه إلى آخره. هذه الرسالة سمعتها أمريكا. زاد لهم رسالة أخرى، راح خرج 4 من المخطوفين تاع التسعينات وقتلهم في عين الدفلة وقال لهم رانا نحاربوا في الإرهاب. ما لا ردوا عليه اليوم. هذا هو الرد، لكن الرد مازال. أنا وريت لكم جزء، خلينا نشوفوا الأجزاء الأخرى، لأن الأجزاء الأخرى هي اللي مرعبة للعصابة. الأجزاء الأخرى هي اللي مرعبة للعصابة. Has been an important U.S. counterterrorism partner. They have seemed to be willing to turn away from Russia and toward the United States, not only in economic ties, but on military ties. But public reporting currently suggests that the Algerian government has purchased Russian fighter aircraft. إذا عاودوا جبدوا لهم بالرغم من أنهم شكروهم على أساس أن الجزائر تتعاون عسكريا واقتصاديا مع أمريكا ومحاربة الإرهاب إلى آخره، لأن قال لك هذا شراء الطائرات. هذه كملت، لكن جاء واحد آخر من بعدها كونغرسمان، خلينا نسمعوه، تيد كروز هذا.
خلنا نسمع وش يقول. Not acceptable. Thank you for being here and testifying this afternoon. I'd like to ask you about the specifics of your testimony, and specifically two things you said in your written testimony back to back. You said that, quote, though you didn't name the group, Iran is trying to turn the Polisario Front. هذا واحد من كبار عتاة الحزب الجمهوري يسمى تيد كروز، وصهيوني في حدود قصوى ومتطرف شديد التطرف. وش قال لهم؟ قال له بعد ما كملت المرأة عضو الكونغرس، جاء هو الحديث، هو أيضا عضو الكونغرس، عضو من الشيوخ، قال له راك قلت لنا، أو يتكلم مع المسؤولين تاع الخارجية، راك قلت لنا باللي الجزائر راهي تحارب الإرهاب وهذا شيء جميل إلى آخره، وراك قلت لنا أيضا يجب على الجزائر ألا تسمح بانتشار الإرهاب في منطقة الساحل، مالي والنيجر وما شابه. قال له بصح راك ما قلت لناش، يعني ماذا يعني أن الجزائر لا تسمح؟ يعني راهي مشاركة في الموضوع إذن في نشر الإرهاب في مالي والنيجر. قال له أنا خليني نقول لك اللي ما قلتهاش أنا نقولها لك، راهي مشاركة عن طريق البوليزاريو وعن طريق إيران اللي تدعم البوليزاريو، تعطيها في أسلحة وتعطيها في الدرونز، وهذا يجب أن يتوقف إلى آخره. خلينا نزيد نسمعوا وش يكمل وبعدين نزيد نعلق عليه. Into the Houthis for West Africa, a proxy force capable of waging war to threaten regional stability and pressure U.S. partners whenever Iran wants leverage. The Polisario Front works with Iranian terrorist group. It takes drones from the IRGC. It moves weapons and resources around the region, including to jihadists, and much more. I believe they should be designated as a terrorist group, and I've drafted a bill to do so if there is no change in their behavior. Before getting to any other questions, is that what you meant? قبل ما نكمل باش نشرح لكم لمن لا يعرف الإنجليزية، قالوا إذن البوليزاريو راهي مدعومة من الحرس الثوري، وراهي يريد أن يستخدمها إيران مثل ما تستخدم الحوثي، تضغط على أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، وهي إيران تدعم البوليزاريو والبوليزاريو تدعم الجهاديين في الساحل، وأنا أريد أن أصنفها مجموعة إرهابية. تصنيف البوليزاريو مجموعة إرهابية، حركة إرهابية. وقال له إذا ما مشاش الأمور هذه أنا راح نتقدم بقانون بهذا المعنى، لأن اللي صنف هو الكونغرس. ممكن وزارة الخارجية، لكن إذا جاء تصنيف من عند الكونغرس يكون أخطر بكثير. خلينا نشوف وش زاد قال. Quote, terrorist activity in the Sahel. Were you talking about the Polisario Front? It's an important question, Senator. Thank you. What I was referring to, well, what I would say in regards to the Polisario is President Trump has made clear. قال له يا سعادة السيناتور أنا شكرا لك على سؤالك إلى آخره. قال له السيناتور طبعا هنا راهو يلعب دور الخشن، باد كوب جود كوب، الشرطي الخشن والشرطي الجيد كما تعرفون. السيناتور يلعب دور الخشن بأننا سنصنف البوليزاريو حركة إرهابية، إنها تتعامل مع إيران، إنها تهدد حلفائنا، إنها تنشر الإرهاب، إنها تساعد الجهاديين إلى آخره. المسؤول الخارجية قال له الحقيقة راه في واحد البروسيس، راه في واحد الإجراء راه قام به الرئيس ترامب، وهو أن نجد حلول للمشاكل هذه في المنطقة، ويعني ما بين الجزائر والمغرب حول الصحراء الغربية نجد حلول، والإجراء راه ماشي. لكن إذا شفنا بأن الأمور تعطلت على الأرض وما مشاتش إلى آخره، رانا ممكن نتخذوا إجراء آخر، خاصة أنه يشكل تهديد للولايات المتحدة، أي أنهم يلعبوا في بالون واحد يتكلم بخطاب خشن تخويفي للنظام الجزائري، سنجعل البوليزاريو حركة إرهابية. كون يوضعوا البوليزاريو حركة إرهابية انتهى النظام الجزائري، انتهى، بمعنى أنه يستسلم لأمريكا أو ما يستسلمش. إذا استسلم الشعب يشوفوا باللي راه في الأرض وراه خاضع أكثر مما كان يتصور، وحتى قضية البوليزاريو تنتهي والصحراء الغربية تنتهي إلى آخره، وهذا يشكل زلزال داخل النظام الجزائري. وإذا ما استسلمش
ما هو البرتقالي كما يسموه بعض الناس، راه أوروبا ويهدد فيها. إيران راهي تحت المدفع الآن الأمريكي، تتفاوضوا وتديروا واش نقولوا لكم بشروطنا ولا نهدموكم. فطبعا احنا العصابة ما عندهاش حتى 5% مما لدى إيران، لا من العزيمة ولا من القوة ولا من السلاح. فراح يسلموا لهم كما سلم القذافي آنذاك سكاكين المطبخ بعد سقوط صدام حسين في 2003. فإذا كان هذا الإجراء ردا على تعنت شنقريحة داخل النظام الجزائري. تبون لا تبون راه معاه موضوع الصحراء الغربية، حلوا علينا، أعطوها للمغرب، أعطوها لليهود، أعطوها للصين، المهم بعدونا برك. شنقريحة لا، لأن أيضا انتهاء قضية الصحراء الغربية وقضية الإرهاب في الداخل خاصة الصحراء الغربية راح تفتح ملفات أخرى، وهو تورطه هو في تهريب المخدرات كما تحدث عليه بنويرة، وتورطه في أشياء كثيرة جدا. وأيضا قضية الأموال اللي ينهبها من الخزينة 27 مليار دولار من ميزانية العام هذا 2026. فبعثوا لهم رسالة الأمريكان باش يقولوا لشنقريحة أحبس، كي نقولوا نحلوا قضية الصحراء الغربية نحلوها، كي نقولوا تطبعوا الأوضاع مع المغرب طبعوها. تروح تجيب لي 3 مغاربة تقتلهم وتقول لي نحارب في المخدرات، وبعدين تقتل 4 مانيش عارف من وقتاش راهم حاطينهم في الحبس وتقول لي نحارب في الإرهاب. يعني تحب ترفع في التهديد الداخلي والخارجي. راني ندير لك جلسة في الكونغرس كما هذه اللي شفتوها ونسمعك الحديث. تيد كروز يتهجم دون أن يسميه يتهجم على النظام الجزائري ويقول لك البوليزاريو هذه لازم نضعوها في قائمة الإرهاب، ومسؤول الخارجية يقول له رانا نشوفوا الأوضاع كيف تمشي وكيف تتطور إلى آخره، بمعنى أن النظام الجزائري إذا لم يخضع في ملف الصحراء الغربية راح نخضعوه. But was in fact deliberate, because in the full course of that answer, there was no direct indication that yes, the terrorist activity in the Sahel is coming from the Polisario front, and that is a significant blind spot in our counterterrorism posture. Do you assess right now that the Polisario front poses a threat to U.S. interest in any sense, and if so, in what sense? Senator, thank you, Senator. We're actively engaging all parties in the Western Sahara dispute in the interest of achieving a lasting and durable peace. That's the policy of the president, and we're seeking more time to continue to find a way to find common ground and to come to an agreement to stabilize the situation and allow there to be prosperity to follow based upon stability. Well, I will say that answer was positively Shakespearean. It was full of sound and fury and yet signifying nothing. And by the way, I will say in terms of the president, I feel confident I've spent a lot more time with the president than you have. And he does not have any difficulty at all calling terrorists what they are. Mr. Borkert, let's see if we do any better with you. مازال الحديث مازال، وإن شاء الله بالك غدوة نجيبوا المقطع أيضا اللي باقي. هنا تيد كروز يرد على مسؤول الخارجية يقول له هذا رد شكسبيري،